يا صباح الفل والروقان عليكم، عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني كتير. النهارده الصبح بقى صحيت فايقه ورايقه كده، قلت يا بنت قومي روقي الشقه قبل ما تروحي الشغل عشان تيجي وانتي قاعده الشقه بتاعتك رايقه. اول حاجه مسكتها الخداديات بتاعت الركنه دي، بقالي كتير جدا ما غسلتهاش، او انا ما غسلتهاش متهيألي الا مره واحده تقريبا من ساعه ما جبت الركنه. فبقى بصراحه ربنا انا بخاف على الفرو دوت، عشان الفرو ده يا جماعه غالي قوي. المتر فيه مش عارفه وصل 400 جنيه باين. المهم مسكتها بقى ايه واحده واحده كده، فكيت المخدات دي. عشان تغسلي المخدات ديت عايز تغسليها ما تقفلي سوست، يعني اهم حاجه وانت بتغسلي اي حاجه فيها سوست تقفلي السوست بتاعتها، ما تغسليهاش هي مفتوحه. فكيتهم كلهم كده، هما 5 خداديات عندي فكيتهم. وهنعمل خلطه كده مع بعضنا بقى نحطها ونشوف هنغسل ايه، خلطه بسيطه وسهله تغسلي بيها الخداديات او اي حاجه فايبر عندك. بس الفايبر ده ليه غسله معينه كده. تابعوا بقى الفيديو الجاي عشان تشوفوا هنغسله ازاي مع بعضنا. اول حاجه بدات بيها زي ما قلت لكم الركنه، هنمسكها بقى واحده واحده كده. والاستاذه سما والاستاذه ساندي كالعاده رامين لي الشنط بتاعتهم في كل حته، البامبا بتاعت ساندي والالوان اللي هي اللي في بعضيها دي بتاعت سما. هنشيل الشنط بتاعتهم ونحطها جوه. والله يا جماعه انا قلت لهم كتير، في حد عنده كده بنات زي حالتي بيرموا حاجتهم؟ هما لما بيكون ليهم مزاج بيعملوا بصراحة. لما يكون بقى ليهم مزاج يكبروا بيكبروا، بس والله ربنا يكون في عون كل الأولاد دلوقتي ويكون في عوننا. بيصحوا من صباحية ربنا، يعني سما وسدي كل يوم بيخرجوا الساعة 7 بالظبط، يكونوا خارجين على المدرسة بتاعتهم، بيجوا الساعة 1 وبعد الساعة 1 يروحوا رايحين الدروس، وبعدين يجوا يقعدوا يعملوا شوية الواجب. أنا بحس البنات هما بيذاكروا أصلا مغيبين، يدوبك عايزين يكتبوا كلمتين ويخشوا يناموا. ده حال كل الولاد بتاعنا دلوقتي. فربنا يا رب يجعلها سنة سهل علينا وعليهم يا رب، وتخلص يا رب السنة تخلص. يا جماعة أنا تعبت، احنا بقالنا قد ايه كده في الترم دوت؟ أنا حاسة إن احنا بقالنا كتير قوي في الترم ده. في حد زي حالتي كده ولا أنا الواحد اللي حاسة الترم طويل؟ مسكت بقى الترابيزة، روحت مسحة اللي عليها ديت عشان كانت عليها عيش ورحنا شلناه. وهقفل الترابيزة ونركنها على جنب، وبعدين بقى نروح مسحين الصالة عايزين نمسحها مسحة حلوة كده. يا جماعة كان ماهر منزل من فترة كده كان مساحات اللي هي شكل المثلث دي، انا كنت جبتها ومسحت بيها قبل كده، بس ما كنتش مصوراها معاكم يعني، فحبيت اوريها لكم النهارده. بجد بيعمل عروض حلوه قوي وحاجاته رخيصه على قد الايد، يعني زي ما قلت لكم قبل كده اللي عايز يروح عند ماهر يروح اول الشهر، اول ما يقبض يروح متكل على الله كده ورايح، واستودع كده ربنا ويتكل على الله ويروح هناك. هننفض الركنه عندي مشكله في الركنه اللي انا قاعده عليها دي، اللي هي السرير بتاعها بيخش ببعضه، مش السرير اللي هو ليه حاجه اسمها مجاليس، حاجه اسمها كده مش عارفه اسمها بالظبط، اللي هو السرير اللي عندي بيخش ببعضه، فده مش حلو. ما حبيتوش بصراحه، وما كانش ده طلبي في الركنه لما جيت اعملها. بس لما عملتها بقى الراجل ربنا يصلح حاله يا رب قال انا خلاص عملت الخشب، فما ما يرضيكيش ان انا اخسر فيها يعني. وبعدين معموله بالمقاس، فمش هيرضى طبعا ان هو انا مش هرضى اصلا ان هو يخسر او تركن عنده، هو كان ممكن يركنها عنده، بس انا مرضتش بصراحه ربنا. اللي ما ترضوش على نفسك ما ترضوش على غيرك. المهم بقى دي البديل السجاده اللي انا قلت لكم عليها قبل كده، كنت غسلتها وفرشتها دلوقتي. وبعدين بقى رحت نفضتها وركنتها على جنب، ابدا امسح بقى الارض. انا كده نفضت ركنه، بس اشيل الحته اللي على الحرف دي عشان خاطر يقع تحتيها حاجات على طول، لان هي بتتحرك ما دام مفيش حاجه تحتيها بتتحرك على طول. نمسك المقشه بتاعتنا الحلوه بقى، جاي ست مصريه اصيله يا جماعه الكلام دوت. كان معمول تقريبا حوالي الساعه 6 بالظبط، قبل ما اصحي البنات كان 5:30 كده، قبل ما اصحي سما وساندي قلت اما اروق الشقه بسرعه او اروق الصاله بمعنى اصح، عشان خاطر انا عامه بحب لما اجي الاقي الدنيا رايقه شويه معايا. وحتى البنات لما يجوا من المدرسه بكون انا في الشغل، فكون الدنيا رايقه معاهم ما يتعبوش يعملوا حاجه، يعني يا دوبك كل واحده فيهم مثلا اذا كانوا هياكلوا لقمه ولا حاجه يروحوا متكلين على الله يروحوا يدرسوا، ربنا معاهم زي ما قلت لكم. هنبدا بقى دلقت كلوريكس، بس ما كنتش صورت يعني، كنت يعني بسرعه كله بسرعه، يعني عارفه في 5 دقايق عايزه اخلص الصلاه. هو ده مش ترويق عميق يا جماعه، هو ده ترويق بس كده، ايه حاجه بحيث ان يعني حاجه روتين يومي مش روتين اسبوعي. دلقت الكلوريكس، انا بحب الكلوريكس الوان قوي في المسيح، اللهم بارك عليه بجد، بيعمل ريحه حلوه كده ونظافه وانتعاش. دي بقى المساحه الجديده اللي قلت لكم عليها، هي امين اختي اللي جابتها لي بمناسبه عيد ميلادي، فانا مش عارفه هي جايباها بكام، هبقى اسالها واقول لكم. بصوا هي بتيجي معاها غيار تاني للارضيه، الغيار دوت بتشيليه وتفكيه سهل، فانا خليت بقى واحده للحيطان وواحده للارضيه، وسهله في الفك والتركيب. بصوا تعصر ازاي، عجباني قوي، عجباني وعجبه ابراهيم بصراحه، يعني انا وابراهيم بنلعب بيها كتير. همسح بيها وهي بتنشف على طول، اللهم بارك يعني بجد حلوه جدا. بقى الحفاظات دي كانت موجوده يا جماعه زمان، حد فاكرهم يعني ولا حد جايب منهم؟ انا كنت جايبه منهم اللون البني وجايبه لونها النبيتي، معظم الاوقات انا جايبه اللون البني والنبيتي، يعني كذا حافظه عندي اللونين دول.
ام الترابيزه اللي محيراني مش عارفه احطها يمين ولا شمال. المهم ربنا كرمني وكانت على جنب، انا بقيت اركنها على جنب اصلا، وبقيت استخدم الترابيزه اللي بتفتح وتقفل دي. بقيت احسها سهله شويه يعني. يا سلام بقى على الراحه النفسيه قبل ما تخرجي كده وانت رايحه الشغل او رايحه في اي حته وتسيبي الشقه عندك رايقه. برضه البخور ما كانش عايز يقفل. برضه البخور ده يا جماعه من عند ماهر، العلبه الكبيره ب25 جنيه. والله ما هتندموا لو رحت عنده، انا بعمل له اعلان ببلاش اقسم بالله. وتعالوا بقى شوفوا الصلاه وحلاوتها. بصوا يا جماعه راحه، هي دي الراحه بجد. الراحه بقى انك تمشي تلاقي مطبخك نظيف، تمشي تلاقي الصلاه عندك نظيفه، انك تسيبي الشقه اهم حاجه نظيفه. بصوا الحلاوه. يلا بقى اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات تاني. السلام عليكم ورحمه الله.